بيبدأ الفيلم بمحامية شاطرة جدا واسمها فيرجينيا، وهي رايحة تقابل رجل أعمال مشهور واسمه أدريان، وبتقوله إن المحامي بتاعه فيليكس مسافر وعلشان كده هو بعتها مكانه. فبيقول لها أدريان تدخل لحد ما يغير هدومه، ولما بتدخل بتسمع في الأخبار مذيعة بتتكلم عن موت المصورة المشهورة لورا، واللي بتكون عشيقة أدريان رجل الأعمال، وبيقولوا إن هو اللي قتلها، بس هو بيقول إنه بريء وإن في حد عايز يشيله الجريمة. وبيقفل التلفزيون وبيقول لفيرجينيا إنه ما كانش متوقع إنها تيجي، وإنه حاول يكلم فيليكس بس تليفونه مقفول. فبتقوله إن هو مسافر بس في مشكلة جديدة ظهرت لنا، وعلشان كده جيتلك بدري، في شاهد ظهر وهيغير الدنيا واحتمال كبير جدا يستدعوك النهارده ويحققوا معاك. فبيتصدم أدريان وبيقول لها بس أنا قلت الحقيقة. فبتقعد فيرجينيا وبتقول له ما تقلقش، أنا عمري ما خسرت قضية قبل كده، بس لازم تقولي على كل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة علشان أقدر أساعدك وأثبت للعالم براءتك. وبنعرف هنا إن الشرطة مراقباه طول اليوم، وإنه ما بيخرجش من شقته بسبب مراقبتهم ليه. فيرجينيا بتقوله مش وقت الكلام ده، انت قدامك 180 دقيقة ويستجوبوك، احكيلي من البداية كده ليه كنت مع لورا في الفندق. فبيقول لها ان هما الاتنين كانوا على علاقة ببعض، وفي حد عرف وابتزهم وبعت لهم رسالة انهم يروحوا الفندق ده، وطبعا هما نفذوا التعليمات، وكمان كانوا طالبين 100,000 يورو. فيرجينيا قالت له 100,000 افضل من مواجهة الطلاق اللي كانت هتكلفك $1,000,000. أدريان قال لها انه بيحب سونيا مراته وما فكرش يطلقها ابدا. فبتسأله هو ليه اختار الفندق ده بالذات، قال لها معرفش، احنا كان بيتم ابتزازنا وهنتفضح، كنا مستنيين منه رسالة، وبعد ساعتين من وصولهم الفندق الرسالة جات لهم، وبيتفاجئ ان تليفون لورا مع اللي بيعمل فيهم كده وبيبتزهم، وكان بعت لهم رسالة من تليفونها ومكتوب فيها رقم الأوضة اللي هم فيها، وبيقول انه هيفضحهم قدام الدنيا كلها. فبيتوتروا وبيقولوا انه فخ، وبيلموا حاجتهم بسرعة علشان يمشوا، لكن فجأة بيظهر حد وراه وبيضربه وبيقع وبيغمى عليه، وما فاقش غير لما لقى خبط جامد على الباب، وكانت الشرطة اللي بتخبط. ولما قام يفتح شاف البتاعة دي وفيها دم، وعشان هو متوتر راح مسكها، والشرطة بتدخل في نفس الوقت بتلاقيه حاضن لورا وبيعيط، وبيقول لهم انه ما قتلهاش وان كان في حد في الأوضة، لكن طبعا الشرطة بتقبض عليه. فيرجينيا قالت له بس مكتوب في تقرير الشرطة ان الناس سمعت صريخ من أوضتكم وما شافوش حد خرج من الأوضة، حتى الباب كان مقفول عليكم من جوه بالسلسلة، وان الشبابيك ما بتتفتحش من جوه نهائي، وده لان إدارة الفندق بيشيلوا المقابض بتاعة الشبابيك طول فترة الشتاء، واستحالة حد يخرج من الأوضة دي بسهولة من غير ما يسيب أثر وراه، والشرطة ما لقتش أي أثر، يعني اللي قتل عشيقتك اتبخر. أدريان قال لها إن كل اللي حصل ده اتلفق له، مسرح الجريمة والفندق والناس، حتى الشرطة قالت إن لورا وقعت في حبي وإني عملت معاها علاقة، وإني كمان دفعت لها فلوس علشان تبعد عني ومراتي ما تعرفش، ولما رفضت قتلتها. فبتقوله فيرجينيا وهم هيعملوا فيك الفخ ده ليه؟ قال لها معرفش، كل اللي أعرفه إن حياتي اتدمرت، ده غير إن مراتي سابتني وأخدت بنتي. فيرجينيا قامت وقالت له علشان أساعدك لازم تحكي لي كل حاجة وما تكدبش، وبتحط قدامه جورنال فيه صورة لشاب اسمه دانيال، وبتقوله إن مفيش خلاص من التهمة دي من غير معاناة، وإنت مش أذكى مني. وأدريان كان ساكت وكان متورط في مشكلة كبيرة، وبيبص لصورته مع مراته وبنته وبدأ يحكي لها الحكاية، وبيقول لها إن من 3 شهور كان بيخون مراته مع لورا، وكان مفهم مراته إنه في باريس، ولما قرروا يبطلوا خيانة ويرجعوا كان أدريان زعلان، وبيقول لها إنه طول الوقت بيكذب وإنه متضايق من نفسه من اللي بيعمله، وإن ضميره صحي وبيفضل يلوم في نفسه. لورا كانت الشيطان نفسه، وبتقوله إنهم بيبقوا مبسوطين وهم مع بعض، وبتحاول على قد ما تقدر تزين له العلاقة اللي ما بينهم، وبتقول له انت مش هتسيب مراتك سونيا ولا انا هسيب جوزي برونو. فبيقول لها اللي بنعمله ده غلط وانت عارفه كويس، وبيتاسف لها وكان لسه هينهي علاقتهم، لكن فجأة بتظهر غزالة على الطريق وبيعمل حادثة، لكن بيعيشوا وما بيحصل لهمش حاجة. أما الشاب اللي خبط عربيته للأسف مات، وبيتوتر أدريان وبيقرر إنه يتصل ويبلغ الشرطة، لكن لورا بتمنعه، بتقوله لو عملت كده هنخسر كل حاجة، أنت هتخسر شغلك ومراتك وبنتك وأنا كمان زيك، ده غير بقى الفضيحة هو ما كانش رابط الحزام، والشرطة هتقول إنه كان بيفادي غزالة وعمل حادثة، وإحنا هنمشي من هنا وكأننا ما عدناش من هنا أساسا. وفعلا بيسمع كلام الشيطانة لورا وبيرجعوا العربية، لكن للأسف حظهم السيء العربية بتعطل وما بترضاش تدور، وبتشوف لورا إن في عربية هتلف وتيجي ناحيتهم، فبتجري بسرعة على عربية دانيال وبتنزل جسمه علشان ما يبانش، وبتاخد دفتر وقلم وبترجع بسرعة لأدريان وبتقوله بقولك إيه، إحنا عملنا حادثة وواقفين بنتصافى مع بعض.
وفعلا لما بيجي الراجل اللي لقوه على الطريق بيقولوا له كده، بس الراجل كان مصمم انه يساعدهم. وفجأة التليفون بيرن في عربية الشاب، وبتضطر لورا تروح تاخد التليفون وكأنه بتاعها وبتكنسل، وبتعمل نفسها بترد لحد ما الراجل بيعدي، ومن التوتر بتحط تليفون دانيال في جيبها وبتقوله ان المساعدة في طريقهم على هنا. ولما بيمشي بتقول لأدريان انهم لازم يتخلصوا من الشاب وعربيته علشان في شاهد عدى وشافنا، لازم نتخلص منهم قبل ما يعدي اي حد تاني. وفعلا بيحطوا دانيال في شنطة عربيته وأدريان بيمشي بيه علشان يتخلص منه. أدريان كان متأثر جدا وهو بيحكي لفيرجينيا، وبيقول لها انه لو ما كانش قابل لورا ما كانش هيحصل كل ده. وبيكمل الحكاية وبيقول انه غرق العربية بالشاب، وبيقول لها ان كلام لورا كان بيرن في دماغه، واللي هو ان اللي حصل مش ذنبهم، الشاب عمل حادثة وحياته انتهت. وبيقولوا انه اتصل بلورا من تليفون في الشارع وعرفها بمكانه وراحت اخدته، ولما سألها بتعيط ليه قالت له علشان المشاكل بتيجي ورا بعضها، وبتحكي له انها طلبت المساعدة وان حد يجي يطر العربية لكنها ما كانتش عارفة هي فين بالظبط، فاضطرت تقف وفضلت قاعدة وما كانتش عارفة تتصرف ازاي، لحد ما بتيجي عربية كان فيها راجل كبير في السن حاول انه يساعدها ويصلح لها العربية، وبيقول لها انه بيته قريب من هنا وانها لو جت معاه هيقدر يصلح العربية. فطبعا بتوافق لورا، وده لان ما كانش عندها حل تاني. وهما في الطريق بتقوله ان اسمها راكال، وبيفضلوا يتكلموا شوية، بس طول الوقت كانت لورا متوترة، وتوترت اكتر لما برونو جوزها اتصل بيها وكان عارف انها في المطار وراجعة، وضحكت عليه وقالت له انها هتتأخر علشان في عطل في المحرك. والراجل ما كانش مطمن لكلامها طول الوقت. لما وصلوا عند البيت طلعت مرات الراجل ده ورحبت بيها، ولما لاحظت دم على ايديها دخلتها البيت علشان تغسل ايديها عقبال ما جوزها يصلح العربية. لكن هنا كانت الكارثة الكبيرة لما الكلام اخدهم مع بعض، والست دي ورتها صورة ابنها وبيطلع هو نفسه الشاب اللي لورا وعشقها اتخلصوا منه واسمه دانيال. وبتتوتر لورا اكتر واكتر لما مامة دانيال بتقول لباباه ان اصحاب دانيال اتصلوا وسألوا عليه والمفروض انه اصلا مع اصحابه، فبتقول لورا انها تاخد حاجتها وتمشي علشان اتأخرت. لكن المصيبة بقى لما بتلاقي تليفون دانيال بيرن في جيبها، وكانت مامته هي اللي بتتصل عليه، وبيسمعوا صوت التليفون وبيستغربوا جدا، وبسرعة بتخبي لورا التليفون، ولما اتصلوا مرة تانية قدروا يوصلوا له، وكانت مامته مستغربة ازاي مشي وسابه وهو عمره ما عملها. وبيشك الأب في لورا، ولما قالت له إنها لازم تمشي طلع معاها لحد العربية، بس فضل باصص لها ومركز معاها. وبعدها بتقول لأدريان إنهم لازم يلاقوا حل للمصيبة اللي هما فيها، لكن هو كان مخه مصدوم وما كانش بيتكلم أساسا، والمخ اللي كان بيفكر كان مخ لورا، وخليته يتخلص من عربيته وقلبها خردة. وبعدها ودعها واتفقوا إنهم مش هيشوفوا بعض مرة تانية. وبعدها أدريان راح القسم وبلغ إن عربيته اتسرقت، قال لهم إن هو لسه راجع من باريس، ومن بعدها عاش حياته عادي، وبيقولها إنه ما كانش مبسوط ولا مرتاح، وانه كان عايش مع بنته ومراته بوش تاني. وحياته اتدمرت اكتر لما شاف في الاخبار صورة دانيال وكانوا كاتبين عنه انه مختفي هو وعربيته، وكمان شاف باباه وهو بيدور عليه وبيقول انه من ساعتها وصورة والد دانيال محفورة في راسه، وانه وقتها حس بالألم اللي حس بيه والد دانيال، وانه اقسم من وقتها انه مش هيعمل اي اخطاء تاني في حياته. في الوقت ده بتيجي مكالمة لفيرجينيا وبتعرف ان الشاهد وصل المحكمة، ولما بتعرف أدريان قال لها انه عايز يكلم فيليكس، وبتتصل بيه وبيكلمه وبيقوله انه ما يقلقش، وبعدها بيقوله يديله فيرجينيا يكلمها. ولما كلمها قال لها تبعت له كل التفاصيل وبتقفل، وبتقول لأدريان يكمل القصة الجميلة دي. أدريان بيقول لها ان الدنيا كانت ماشية عادي لحد ما الشرطة جات له الشركة وطلبوا منه انه يروح لهم القسم. ولما راح مع المحامي فيليكس الضابط قال لهم انه لقوا اثار العربيتين عملوا حادثة بعد بيت دانيال المفقود ب8 كيلو، بس مفيش اي اثر للعربيتين نفسهم. والحاجة الغريبة بقى ان والد دانيال قال انه قابل واحدة عملت حادثة في نفس المكان، وده كان يوم اختفاء ابنه، وبيوري له صورة والد دانيال وصفها للرسام، واول ما بيشوفها أدريان بيتوتر وبيقول انه ما يعرفهاش. والمحامي بيتدخل على طول وبيقول ان أدريان كان في باريس، لكن الضابط بيكمل كلامه وبيقول انهم شاكين ان الست دي تكون عملت حادثة مع دانيال، وبعدها اخفت العربية بمساعدة شخص تاني، وبيقول ان العربية اللي كانت مع الست دي كانت BM وكمان كانت باسم أدريان. فيليكس قال له ان أدريان عربيته اتسرقت وانه قدم بلاغ اول ما رجع من باريس، وبياخد أدريان وبيخرجوا من القسم. وبيحس فيليكس بتوتر أدريان وبيقول له انه لازم يقول له الحقيقة علشان يقدر يساعده. أدريان بيقول له انه ما كانش في باريس وانه كان مع واحدة في المدينة هنا، وبيقول له انه لازم يتصرف وانه مش عايز يتفتح ويخسر مراته وبنته. فيليكس قال له بعد كده لما تتصل بيا المرة الجاية يبقى قول لي على الحقيقة، وبيسيبه وبيمشي. بس بعد فترة صغيرة
بيسمع المذيعة في الأخبار وكانت بتقول إن دانيال اختفى بمزاجه وإنه سرق من البنك اللي كان شغال فيه 50,000 دولار، وبيشك إن لورا ورا الموضوع ده. ولما قابلها قالت له إنها أخدت محفظة دانيال لما حطوه في الشنطة، واستغلت شغل جوزها وقدرت تسحب الفلوس ببطاقة دانيال من ورا جوزها. ولما اعترض قالت له كان لازم يبعد الموضوع عن القتل، وبتقوله انها لو وقعت مش هتقع لوحدها، وبتهدده بالصور اللي معاها ليه وهم مع بعض. وبيقول ان بعدها شركته دخلت في السوق الاسيوي مع شركة التقنيات الاولى في العالم، واخدت جايزة لافضل رجل اعمال في السنة. ويوم الحفلة بيجيله واحد وبيقوله انه صحفي، لكن بيتفاجئ أدريان إنه والد دانيال. ولما قال له أنا عارف أنت مين، طلع صورة ابنه وقال له إنه متأكد إن ابنه مش حرامي، وإنه عارف هو ومامته إن دانيال مات. وبيحكي له عن لورا وبيقول له أنا عارف إن اسمها مش راكيل، وبيقول له إنه راح للشرطة وحكى لهم على اللي حصل منها، وإنه لما صلح لها العربية ظبطت الكرسي عليها، وده معناه إنها ما كانتش هي اللي سايقة وكان معاها حد تاني. وبيقول له إن هي اللي حطت التليفون تحت المخدة، وبيحكي له على الحادثة الحقيقية اللي حصلت معاهم، وكأنه فعلا كان موجود معاهم بالظبط. وبيسأله عملته ايه في ابني؟ مامته تعبت من يوم الأخبار قالت عنه إنه حرامي، انتوا خبطوه بعربيتكم ولما مات اتخلصتوا منه من عربيته صح؟ أدريان كان واقف في ذهول، ما كانش بيتكلم من الصدمة، لحد ما بيجوا أمن المكان وبيمشوا والد دانيال، والشرطة بتيجي تاخده. فبتقوله فيرجينيا انت ما شكتش ولو للحظة إن والد دانيال هو اللي قتل لورا وحاول يخليك انت المتهم علشان ينتقم لابنه؟ فبيقول لها لا، وبيعرفها انه كان شاكك في الراجل اللي شافهم على الطريق، وبيحكي لها انه بعت له ظرف باسم دانيال. لما فتحه اتفاجئ بصورة المكان اللي غرق فيه العربية، وكان سايب له رسالة صوتية وبيقول له انه عارف باللي عمله هو وصاحبته، ولو ما دفعتش 100,000 يورو النهارده الصور هتروح للشرطة، وعرفه بالفندق اللي هيقابلهم فيه. فبتقوله فيرجينيا انت تفكيرك على قدك، ولما هو عايز الفلوس ليه قتل لورا وساب الفلوس؟ وازاي اصلا دخل وخرج من الاوضه؟ وليه بعت رساله من تليفون لورا بيهددك فيها؟ وبيتفاجئوا ان مامة دانيال بتشتغل في الفندق اللي كانوا فيه، وبتقوله انها اكيد هي اللي دخلت جوزها الاوضه، وبتقوله ان الطريقه الوحيده اللي هتثبت انه ما قتلش لورا انه يورط والد دانيال، يعني يعترف باللي عمله في ابنه. ولما بيجي لها تليفون تاني بتقوله انها عرفت ان السواق اللي قابلهم على الطريق هو الشاهد، وبتقوله يسمع الكلام اللي هتقوله كويس، انت ضحيه من ضحايا لورا، انت ما كنتش معاها في الكوخ، وهتثبت انك كنت في باريس وهي اللي عملت الحادثه بعربيتك واتخلصت منها ومن دانيال. ولما رحت الفندق رحت علشان هي طلبت منك المساعده، وانك عرفت بكل اللي حصل ده لما كنت في الفندق، وانت جريمتك الوحيده انك كنت بتحاول تساعدها علشان ما تتكشفش. وبتقوله ان كده مش ناقص غير حاجه واحده بس، لازم نحط اي حاجه تخص لورا في شنطه العربيه مع الشاب، وبتديله خريطه وبتقوله علم على مكان العربيه علشان نقدر نحط اي حاجه تخص لورا. أدريان بيعجب جدا بتفكير فيرجينيا وبيعلم على المكان وهو مبسوط، وبيقول لها انه نسي يقول لها على حاجه تانية. هو بيحكي لها ان دانيال كان عايش قبل ما يغرق العربيه، بس وقتها ما كانش ينفع ينقذه واضطر انه يقفل عليه تاني ويغرق العربيه. فبتتضايق فيرجينيا جدا وبتتعصب عليه وبتقول له انه كده هيغير كل حاجه، وبتقول له انها هتقلب الصوره كلها. انت اللي فكرت تتخلص من دانيال مش لورا، وانت اللي اخدت البطاقه بتاعته واديتها لفيليكس علشان يسحب الفلوس، عشان انت لو كنت حاسس بالندم زي ما حكيت لي في الاول ما كنتش غرقت العربيه لما عرفت ان دانيال لسه عايش. وبتقول له ان لورا من ساعه اللي حصل لهم وهي بقى عندها اضطراب نفسي، وده لانها كانت طول الوقت حاسه بالذنب وفكرت انها تصلح غلطتها، وكلمت اهل دانيال وحكت لهم على اللي حصل، وقررت انها تعوض اهل دانيال المساكين، وعلشان كده اخترعت قصه الظرف والفلوس علشان تخوفك، وظبطت تليفونها ان الرساله توصلك في وقت معين، وقالت لك ان اللي بيبتزكم ده طلب منها انها ترمي تليفونها. لما رحت لها الفندق وقالت لك على خطتها وانها تفضحك اتعصبت عليها وقتلتها وعملت ان في حد هجم عليك. وبتاخده فيرجينيا عند شباك وبتقوله ان والد دانيال مأجر الشقه اللي في وشه وبيراقبه، فبيوريها الصوره اللي فيها مامة دانيال، وبيقول لها انها دليل ان والد دانيال ومامته هما اللي قتلوا لورا. فبتقول له ان الصوره دي مزوره، وبتوري له ان مامة دانيال مش موجوده في انعكاس المرايه، وان القاضي هيكون مقتنع بانك انت اللي قتلت لورا، اعترف بقى انك انت اللي قتلتها. وفعلا بيعترف أدريان انه قتلها، وكان مبهور بذكاء فيرجينيا جميلة الجميلات. في الوقت ده بتيجي رسالة صوتية من فيليكس وبيقول له ان تليفونه مقفول ومش عارف يوصله، وبيفرحوا ان المعجزة اللي كانوا مستنيينها حصلت. فبتقول له فيرجينيا اقعد بقى واشرب قهوة كتير علشان انت هتحتاجها النهاردة، وبتسيبه وبتمشي. وبيروح أدريان علشان يكلم فيليكس وبيقول له ان قدر يوصل للسواق اللي شافهم على الطريق، وبيقول له اطمن انت كنت في باريس ومفيش حد شافك في المدينة. ولما سأله عمل ايه مع فيرجينيا قال له انها ذكية جدا وانه ارتاح لما حكى لها على كل حاجة. وفجأة بيسمعوا صوت صفارة
صفارة عالية والمكالمة بتتقطع والقلم بيبقع في جيبه، وبيلاقي في دفتر الملاحظات بتاع فيرجينيا كلمة كذاب وقاتل، وباقي الدفتر كان فاضي. وبيفضل يفتكر كلام فيرجينيا وبيشك ان الموضوع فيه حاجة مش مظبوطة، وبيلاقي ان كل الورق اللي على الترابيزة عبارة عن ورق فاضي. ولما بيفتح القلم بيتصدم لانه كان فيه مسجل صوتي. واكبر مفاجأة هتصدمك بقى يا صديقي وهتعمل لمخك ايرور ان فيرجينيا جميلة الجميلات بتروح للبيت اللي فيه والد دانيال، لا وكمان بتاخده بالاحضان. وبعدها والد دانيال بيروح يقفل اجهزة التسجيل، وكان باصص على شباك ادريان بنظرة غل على انتصار. وادريان كان هيجيله جنان لما بيشوف فيرجينيا بتقلع العدسات اللي حطاها، كمان بتقلع الماسك والباروكة وبتطلع انها ماما دانيال. ادريان كان هيجيله جلطة وهو واقف، ولما الجرس بيرن بيروح يفتح بتطلع فيرجينيا الحقيقية وبتقوله ان فيليكس بعتها. ووالد دانيال بيتصل بالشرطة بيقول لهم ان عرف كل اللي حصل لابنه بالظبط، وكمان معاه اعتراف كامل من القاتل. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ونشوفكم في فيلم جديد. ولو في فيلم معين تحبوا نلخصه اكتبوا لنا اسمه في التعليقات.